المغربي العظيم خرج في هذا اليوم رغم الظروف الجوية الصعبة ليقول صوته بشكل مسموع وواضح وقوي: لا للعدوان، لا للجريمة البشعة. إسرائيل تمارس تطهير عرقي مستمر أمام سمع وبصر العالم. أنا برأيي أن المجتمع الدولي والإنسانية مطالبة التحرك فورا، أولا لوقف العدوان، وثانيا لمحاسبة المجرمين المعتدين على الشعب الفلسطيني. وأن دماء الأبرياء لن تذهب هدرا. هذه الجريمة سيحاسب مرتكبوها وسيحاسب من صمت على هذه الجريمة. احنا بنقول هذه الصرخة من الشعب المغربي العظيم الذي خرج هذا اليوم ليقول لا للعدوان يجب أن تتحول إلى موقف دولي من الشرعية الدولية لوقف العدوان ومحاسبة المجرمين. شكرا.